انا بقى هقول لكم على تركايه وهعرفكم ازاي انا استغليت الاي اي وقدرت اطلع منه نتيجه ممتازه جدا. فلو انت ما تعرفش فدي ورشه مجانيه تماما موجوده على قناتي على اليوتيوب. يلا ما تكسلش وروح هناك كمل الفيديو، وهطلب منك طلبين ما تبقاش بخيل. اول حاجه هستناك تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو على قناه اليوتيوب، وهستناك هنا تعمل لي فولو على التيك توك. عاوزين نوصل ل 10000 متابع، وفي فيديوهات تانية كتير. كل اللي انا عملته ان انا قلت لجيميناي وخدت سكرين شوت لجزء من التايلز اللي انا عايز اشتغلها، وقلت لجيميناي اعمل لي الماب دي از تكستشر. وبعد كده قلت له احذف لي اي نوع من انواع الاضاءه او الريفليكشنز الموجوده على الخامه وطلعها لي بلين بالمنظر ده. تقدر توقف الفيديو وتاخد التكست اللي انا كتبته كبرومت، موضوع بسيط جدا. وبعد كده قلت له اعمل لي نورمال ماب، وبعد كده قلت له اعمل لي هايت ماب، واشتغلت ببي ار ورك فلو عادي جدا، بحيث ان انا اقدر استفيد من الاي اي بقدر الامكان، واقدر استغله في انه يطلع لي التايلز بالشكل ده. وبعد كده هبدأ أدخلهم معايا في المشهد بتاعي. هبدأ أسحب الخامات بتاعتي، هسحب الديفيوز وهسحب الهايت ماب وهسحب الامبيانت اوكلوجن والنورمال، وهبدأ أوصل كل واحدة فيهم بالسلوت بتاعتها. الديفيوز في الديفيوز، والديسبليس والنورمال هحطها في البيس بامب، والامبيانت اوكلوجن هعملها كومبوزيت بالديفيوز ماب، وهبدأ أديلها نسبة منها. هنزل الكومبوزيت، وبعد كده هعمل تو لايرز. اللاير الأولانية هحط فيها خامة الديفيوز بتاعتي أو الألبيدو، والخامة التانية هحط فيها الامبيانت اوكلوجن، وبعد كده اوصلهم بالديفيوز ماب. وبعد كده هخش هنا اعملها افريج مثلا او اديشن اي حاجة، وبعد كده تبدأ تقلل في القيمة بتاعتها بالمنظر ده، بحيث ان انت توصل لحاجة اقرب للصورة. وهابلاي على الجدار، وبعد كده هبدأ اشتغل على اليوفي مابينج بتاعها.